كل شويه محمد بتروح تودي موسم. يا سامية دي صلة رحم، ما ينفعش نقطعها. ما هي صله رحم، انا ما قلتش حاجه، بس هي يا حبيبي مش محتاجه. هي لو محتاجه هنقول مثلا انت بتساعدها، انت هي صلة الرحم عبارة عن مساعدات ولا من غير مساعدات؟ هي صلة رحمة بس، سواء كانت مساعدة أو غير مساعدة هي اسمها صلة. طيب مش لازم تشيل كل اللي بتشيله ده وتوديه، ده فوق ان انت بتديها في ايديها. ربنا هيقعدوا البنات ما تقلقيش. لا اله الا الله. محمد رسول يعني انت لو ما عملتش كده ربنا مش هيقعدوا بناتنا؟ ما انا بقول لك يا محمد ودي، بس ودي بالمعقول، ما تروحش شكاير رز وزيت وسكر ومش عارفه مين. ما انت بنودي لها يا ابني 50 سنه، وكل موسم كل ما بتلحق هي لحقت خلصت اللي عندها بالله عليك؟ ما لحقتش تخلص اللي عندها، وبعدين بتروح لازم تجيب فلوس ليها وفلوس للعيال، والعيال بقى جاريه عليك وهي بتبوس في ايديك وحاجات كده غريبه. انا اول مره اشوف الكلام ده. في ايه ده؟ طب ما خلاص يعني مش لازم الموسم ده تروح، وانت لازم تروح. مش لازم تروح يا لا محمد. رايح. طب انت معاك فلوس هتروح؟ ما هي الفلوس ما بتطلعش غير عند اخواتك، انما عندنا وعند بيتك وعند عيالك ما فيش. طب ليه طيب؟ أنا مقصر معاكي في حاجة. ما هو ده اللي ناقص، تقصر معانا وتروح تدي الناس اللي بره. انا بقول لك حافظ شويه على فلوسك. ربنا يسهل. انا ما بسمعش منك غير كلمه ربنا يسهل. يا ابني حافظ على شويه على فلوسك، عندك عيال رايح في لسه في تعليم وعندك مصالح وعندك حاجات. حافظ شويه على فلوسك يا محمد، مش كل شويه دي عايزه موسم وده عايز مش عارفه ايه وده عايز ايه، وكل شويه تدي لده وتدي لده وتدي لده. اي نعم ربنا فتحها عليك، بس مش كده. مش كل ما ربنا يفتحها عليك توزع الفلوس اللي معاك. الحمد لله. الحمد لله. ده رد الفعل بقى. كل ما اقول لك على حاجه تقول لي الحمد لله، واحنا لو احتاجنا حاجه ورحنا لهم هيدونا؟ أنا ما بستناش حاجة من حد. يعني ما بتستناش حاجه من ما حد. بستناش حاجة من حد. طب خلاص الحاجه اللي بتاعتك خليها معاك، ما تديهاش لحد. الحاجات دي ربنا بيمنع عنها شرور الناس. ربنا بيمنع شرور الناس. نقعد كده نوزع اللي في ايدينا، نقول الموسم اللي فلانه وموسم اللي علانه مش عارفه مين اللي فين. يا ابني دي لابسه دهب في ايديها يبني عمايل، راح تودي لها موسم. تودي لها موسم الموسم اللي هتودي لها مش عارفه. كل شويه محمد بتروح تودي موسم. يا سامية دي صلة رحم، ما ينفعش نقطعها. ما هي صله رحم، انا ما قلتش حاجه، بس هي يا حبيبي مش محتاجه. هي لو محتاجه هنقول مثلا انت بتساعدها، انت هي صلة الرحم عبارة عن مساعدات ولا من غير مساعدات؟ هي صلة رحمة بس، سواء كانت مساعدة أو غير مساعدة هي اسمها صلة. طيب مش لازم تشيل كل اللي بتشيله ده وتوديه، ده فوق ان انت بتديها في ايديها. ربنا هيقعدوا البنات ما تقلقيش. لا اله الا الله. محمد رسول يعني انت لو ما عملتش كده ربنا مش هيقعدوا بناتنا؟ ما انا بقول لك يا محمد ودي، بس ودي بالمعقول، ما تروحش شكاير رز وزيت وسكر ومش عارفه مين. ما انت بنودي لها يا ابني 50 سنه، وكل موسم كل ما بتلحق هي لحقت خلصت اللي عندها بالله عليك؟ ما لحقتش تخلص اللي عندها، وبعدين بتروح لازم تجيب فلوس ليها وفلوس للعيال، والعيال بقى جاريه عليك وهي بتبوس في ايديك وحاجات كده غريبه. انا اول مره اشوف الكلام ده. في ايه ده؟ طب ما خلاص يعني مش لازم الموسم ده تروح، وانت لازم تروح. مش لازم تروح يا لا محمد. رايح. طب انت معاك فلوس هتروح؟ ما هي الفلوس ما بتطلعش غير عند اخواتك، انما عندنا وعند بيتك وعند عيالك ما فيش. طب ليه طيب؟ أنا مقصر معاكي في حاجة. ما هو ده اللي ناقص، تقصر معانا وتروح تدي الناس اللي بره. انا بقول لك حافظ شويه على فلوسك. ربنا يسهل. انا ما بسمعش منك غير كلمه ربنا يسهل. يا ابني حافظ على شويه على فلوسك، عندك عيال رايح في لسه في تعليم وعندك مصالح وعندك حاجات. حافظ شويه على فلوسك يا محمد، مش كل شويه دي عايزه موسم وده عايز مش عارفه ايه وده عايز ايه، وكل شويه تدي لده وتدي لده وتدي لده. اي نعم ربنا فتحها عليك، بس مش كده. مش كل ما ربنا يفتحها عليك توزع الفلوس اللي معاك. الحمد لله. الحمد لله. ده رد الفعل بقى. كل ما اقول لك على حاجه تقول لي الحمد لله، واحنا لو احتاجنا حاجه ورحنا لهم هيدونا؟ أنا ما بستناش حاجة من حد. يعني ما بتستناش حاجه من ما حد. بستناش حاجة من حد. طب خلاص الحاجه اللي بتاعتك خليها معاك، ما تديهاش لحد. الحاجات دي ربنا بيمنع عنها شرور الناس. ربنا بيمنع شرور الناس. نقعد كده نوزع اللي في ايدينا، نقول الموسم اللي فلانه وموسم اللي علانه مش عارفه مين اللي فين. يا ابني دي لابسه دهب في ايديها يبني عمايل، راح تودي لها موسم. تودي لها موسم اللي هتودي لها مش عارفه. هل الكلام اللي اتقال ده
ينفع؟ يعني قطع صلة الرحم دي اولا بتبدأ من الحريم. يعني واحدة جوزها بيروح يزور اخته وبيودها وبيصل رحمه، وهي تقول له لا انت ليه هتودي لها، ليه هتجيب لها، ليه هتعمل لها. صلة الرحم دي متعلقة بعرش الرحمن. يعني الواحدة تبقى عارفة ان اللي بيتعمل بيترد. هيترد في ولادك مع بعضيهم بعد ما انت تمشي. هتلاقي الولد بيزور اخته، البنت اللي بتزور اخوها، بيبقى في صلة رحم متواصلة. ليه؟ لان شاف ابوهم بيعمل كده قدامهم، شاف امهم بتعمل كده. لما انت تيجي تقطعي صلة الرحم دي، صدقيني انت بتقطعي صلة الرحم بتاعت ولادك مع بعض، مش بتاعت جوزك مع اخته، ولا بتاعت جوزك مع اخواته. الولاد بيشوفوا وبيخزنوا وبينفذوا فيما بعد. يا رب تكونوا اتعلمتوا حاجة من الفيديو ده. اشوفكم على خير.